فاش كنهضروا على المواهب المغربيه ضروري نوقف عند واحد الاسم اللي بدا كيدير بلاصتو في الساحه الكرويه، اللي هو ياسير الزبيري، واحد الشاب المغربي اللي القصه ديالو عامره بالتحديات والاصرار وبالنجاحات المثاليه، واللي قدر يفرض راسو بخطوه بخطوه من الشوارع المغربيه البسيطه حتى الميادين الاوروبيه والمونديال ديال الشباب. ياسير الزبيري تزاد في المغرب في مدينه صغيره لكن عامره بالحيويه وبعشق كره القدم. ملي كان صغير كانت الكره صاحبته المفضله، كان كيلعب في الازقه قدام الدار في الملاعب الصغيره وما كيهموش نوع الكره ولا شنو الحاله ديال الارض، كان المهم عنده غير يلعب ويستمتع ويحلم. هذا الحب ديال الكره كان باين عليه من بكري، وكان كيبان انه مختلف على بزاف ديال الدراري اللي كيلعبوا معاه. السرعه ديالو، التركيز ديالو، وحتى الطريقه اللي كيتعامل بها مع الكره خلات الناس ديال الحومه والمدربين يلاحظوا بسرعه. مع مرور الوقت شاف العائله ديالو فيه موهبه حقيقيه وقرروا يتعاونوا معاه باش يطور من راسو مزيان. هنا جات الفرصه الذهبيه ديال الاكاديميه محمد السادس لكره القدم. هذه الاكاديميه هي واحده من احسن المراكز في المغرب اللي خرجت لاعبين كبار وصلوا حتى لاوروبا، وياسير كان من بين هذه المواهب اللي تشدات لهم الفرصه. اكاديميه الامور ما كانت سهله، تدريب يوميا والنظام صارم، تركيز كبير، لكن هذه هي المدرسه اللي صقلت الموهبه ديالو. تعلم بزاف ديال الحوايج النقيه، اللعب الجماعي، التمركز، وكيفاش يكون لاعب محترف في العقل قبل ما يكون في الرجلين. والاستاذ المدربين كانوا ديما كيشوفوا فيه مستقبل واعي. ومن بعد ما تدرب وتكون مزيان كانت الخطوه الجايه هي الاحتكاك في مستوى اكبر، وهنا جات الانتقال لنادي اتحاد توارقه. هذه كانت مرحله جديده في المسيره ديالو. فريق توارقه عطاه فرصه باش يبان قدام الجمهور المغربي ويلعب ضد لاعبين كبار، وتعلم كيفاش يتعامل مع الضغط ديال المباريات الرسميه. في هذه الفتره ياسير بدا كيبرز شويه بشويه، كيدير تمريرات حاسمه وكيسجل وكيساهم بقوه في الفريق. كانت عنده شخصيه في الميدان، ما كيخافش يعرف يتخذ القرار ويحب يلعب كره القدم الجميله. لكن الحلم ديالو ما كانش يوقف هنايا، كان باغي يمشي بعيد، وكان عارف ان الطريق لاوروبا هو الطريق ديال التطور الحقيقي. من بعد اداء مميز جاتو الفرصه المنتظره، انتقال الى فريق فاماليكو البرتغالي، الفريق المعروف بانه مدرسه كرويه كبيره. والفريق البرتغالي كان محطه مهمه لياسير باش يبرهن على مستواه في الميادين اوروبا. في البدايه الامور ما كانت سهله لان الايقاع مختلف والقوه البدنيه اكثر والاسلوب ديال اللعب مغاير، لكن ياسير دار واحد الحاجه مهمه، ما استسلمش، خدم على راسو، تطور واندمج مع الفريق وتعلم في كل دقيقه في التدريب والمباريات. سرعانا ولا كيحس براسو مرتاح وسط اللاعبين وبدا كيبان في المباريات الرسميه. من هنا العينين ديال الجمهور المغربي والمسؤولين تفتحات عليه اكثر. الاداء ديالو مع الفريق البرتغالي خلاه يتعيط ليه المنتخب المغربي، وهذه كانت اللحظه اللي الحلم ديالو بدا كيولي حقيقه كبيره. هو كان كيتعيط ليه المنتخب، لكن في كاس العالم الاقل من 20 سنه الحاليه ياسير الزبيري دار اداء كبير، كان من بين العناصر النشيطه في الهجوم، كيتحرك بزاف، كيدير تمريرات خطيره، ودائما كيكون مصدر الازعاج للخصوم. لكن اللحظه اللي غادي تبقى في التاريخ هي الهدف ديالو في المسابقه اللي توج كهدف البطوله، والطريقه اللي سجل بها الهدف، الهدوء ديالو والتركيز واللمسه الفنيه، كلشي خلى الجمهور المغربي والعالمي يصفق عليه بحراره. الهدف ما كانش غير لقطه عابره، كان رساله باللي المغرب عنده مواهب كبيره قادره تكتب التاريخ. ماشي غير هذا الهدف هو اللي خلاه يبان، لكن المجهود ديالو اللي دار طيله البطوله والانضباط والروح القتاليه والحضور القوي ديالو في كل مباراه كيبين اللمسه ديالو. بزاف ديال المحللين بداو كيهضروا عليه، وبدا الاهتمام ديالو الكبير من طرف الانديه الاوروبيه اللي كتراقب البطوله. خارج الميادين ياسير معروف بالتواضع ديالو وباقي محافظ على الاخلاق ديالو، قريب من العائله، منضبطه في حياته اليوميه، وماشي من ذاك النوع اللي الغرور كيأثر عليه. كيبقى مركز على التطور ديالو، كيتفرج في المباريات الكبار، كيتعلم منهم وكيبقى يزيد يتطور كل يوم. الطموح ديالو ما واقفش، كيلعب في مستوى اكبر وباغي يمثل المنتخب المغربي الاول وباغي يوصل للاحتراف واحد من اكبر الفرق الاوروبيه. قصه ياسير الزبيري كتبين لنا واحد الحاجه، النجاح ما كيجيش من فراغ، كيجي من الحلم ومن الخدمه اليوميه ومن الاصرار على انك ما توقفش في وسط الطريق. من الازقه المغربيه الصغيره الاكاديميه محمد السادس، نادي اتحاد توارقه، والفريق البرتغالي فاماليكا، وصلوا للمونديال وتألقوا. القصه ديالو عامره بالدروس للشباب اللي باغيين يمشيو في طريق الاحتراف. ياسير الزبيري ولا واحد من الاسماء اللي خاصنا نتابعوها مزيان، لانه المستقبل ديالو واعد والمغرب محتاج المواهب بحالو. واخا باقي صغير عطانا لمحه انه قادر يدير المستقبل، وهادشي كيديروه النجوم الكبار. البدايه ديالهم كتكون صامته لكن النهايه كتكون اسطوريه. في نظركم واش ياسين الزبيري يستاهل يعيط عليه وليد الركراكي في المنتخب الاول في كاس افريقيا القادمه؟ تنساوش الدعم الدراري، خليو لي رايكم، اراكم في التعليق.